أصالة بتتمنى إن هي تغني الراي الجزائري، وقالت إن الراي الجزائري ده بيتربع على العرش. تعالوا نشوف مع بعض تعليق الجمهور على أمنية أصالة. بس في الأول كده لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. الراي الجزائري وانتشاره بشكل كبير جدا 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 بين الوطن العربي، وكمان انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا جدا. وأصالة طلعت واتكلمت وقالت إن هي نفسها تغني الراي الجزائري، ويكون الأرشيف بتاعها مليان كل الأغاني بالوطن العربي، وبالتحديد الراي الجزائري والغناء الجزائري والأغاني الجزائرية الشهيرة، لأن شايفة إن هو جميل جدا جدا، وفي كتير من المغنيين عايزين يغنوا الراي الجزائري. والكلام ده كان بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ جدا جدا، وان هم بدأوا يعملوا اغاني على التيك توك وينزلوها على السوشيال ميديا، وقالوا ان الراي الجزائري احتل الساحة من جديد. وحضراتكم عارفين ان من اللي ابتدوا بالراي الجزائري الشاب خالد والشاب مامي، دول برضو غنوا الراي الجزائري. وكان تعليق بعض الجمهور عليها لما طلبت ان هي تغني الراي الجزائري. لما الكلام ده انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير، قالوا لها روحي غني بعيد عن الأغاني بتاعتنا والتراث بتاعنا، عشان انتوا لما بتغنوا أي حاجة بتنسبوها لنفسكم. حتى كمان لما هي لبست اللباس اللي هو خيط الروح، اللي هو معروف جدا ومنظمة اليونسكو أعلنت إن هو جزائري، نسبته لبسته ونسبته للملوك. طبعا ده كان تعليق بعض المتابعين على السوشيال ميديا